السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة مع فضائية الدكتور مازن أبو بكر. اتصل بي الكثير من المراجعين والمتابعين على الفيسبوك وقالوا لي: يا دكتور، بما أنك متابع للمباريات، لماذا لا تقدم لنا فيديو عن مونديال قطر؟ وفعلا أنا على الفيسبوك كل توقعاتي كانت في مكانها. توقعت فوز المغرب في كل المباريات، وتوقعت فوز كرواتيا، والآن سألبي رغبة المراجعين الذين يتابعوني على الفيسبوك، وفرصة أن نتحدث عن مونديال قطر، وهو الذي يشغل الناس جميعا، وكان أحد الأسباب أنني انقطعت عنكم طيلة فترة المباريات. يعني بالنسبة لفوز المغرب حتى وصل إلى المربع الذهبي، طبعا يعني فرحة عارمة عند كل العرب والمسلمين. يعني احنا تاريخيا ما فرحنا وتكاد تكون هاي الفرحة الوحيدة اللي ساهمت في رفع معنويات كل العرب. حقيقة انه مونديال قطر مونديال مميز، ومونديال كما قال رئيس الفيفا افضل مونديال في تاريخ المونديال لكرة القدم. شو التميز تبع مونديال قطر؟ اول اشي تبين انه مكان اقامة المونديال له اثر ايجابي جدا، حيث تألقت السعودية وفازت على فريق كبير وهو بطل العالم الأرجنتين. خرجت ألمانيا، يعني صار في سقوط مدوي للكبار. وأثبت مونديال قطر أنه الثابت الوحيد في هذه الدنيا هو التغيير. أما شو اللي بيجي بيحكي لي والله أنا بطلت أستمتع بعد ما انغلبت البرازيل؟ يا عمي، إذا أنت بدك المباراة وجاهز النتيجة عندك إنه البرازيل، ما حدا بنكر إنه البرازيل فريق يعني ممتع باللعب، ولكن ما فيه زي ما أنا حكيت، الثابت الوحيد في هذه الدنيا هو التغيير. يعني مونديال قطر أثبت إنه راحت الرهبة، خاصة عند العرب وحتى عند الآسيويين والإفريقيين. بدعوا اليابان، كوريا الجنوبية، السنغال، الجزائر، عفوا المغرب. يعني مكان المونديال أنهى احتكار كرة القدم وأنهى احتكار المكان، لأنه معروف أنه الفوز في كرة القدم يعني مرات أنت بتطلع بتشوف فريقين بيلعبوا بشكل متكافئ، ولكن الفوز في عناصر معينة لازم تتوفر. في عندك الجمهور، طبعا الجمهور في قطر لصالح العرب لأنه كل الجمهور مع المغرب. في عندك كمان المدرب، يعني أثبت المدرب المغربي وليد الركراكي أنه هو أفضل، المحلي أفضل من الأجنبي. يعني وليد الركراكي يعني تخلص من الموروث السلبي عند العرب، لأنه المدرب السابق يعني كان عنده محسوبية وواسطة وأقال كثير من اللاعبين الأقوياء. فجاء وليد الركراكي وتخلص من هذه الظاهرة السلبية، هذا الموروث السلبي عندنا، ووضع معيار الكفاءة أولا، وكانت النتائج مبهرة. يعني الصحيح أنه هذا المونديال مميز، يتميز بإسقاط مدوي للكبار. بالأمس سقطت إنجلترا، وقبلها سقطت ألمانيا، ويعني إسبانيا بطل العالم. استطاعت المغرب أن تفوز على بطل العالم. الأمل كبير لكل العرب بالفوز للمغرب على كرواتيا. اللي زي ما بتعرفوا يوم الثلاثاء المباراة بين كرواتيا والأرجنتين، وأنا بحكي إنه السجل للمنتخب الكرواتي أقوى من سجل الأرجنتين. الأرجنتين خسرت مع السعودية، كرواتيا لم تخسر، فكرواتيا أقوى، وكل مباراة لها سياقها
وأنا حكيت أنه الثابت الوحيد في هذه الدنيا هو التغيير، على أمل أنه كرواتيا تفوز، وعندها بتقابل المغرب كرواتيا. وطبعا احنا متفائلين أنه المغرب أكيد راح تفوز على كرواتيا وتظفر للمرة الأولى في كأس العالم. احنا مش عاطفيا، طبعا احنا عاطفيا كلنا مع المغرب، ولكن عندك مدرب الإسباني اعترف أنه الدفاع عند المغرب كان من الصعب اختراقه. زين الدين زيدان اللي هو اللي جلب كأس العالم لفرنسا امبارح يعني أصدر تصريح أنه أنا متفائل أنه المغرب مزيد من النجاح ويظفر بالكأس، وأضاف من ناحية مهنية وقال أنه المغرب بتمتع أنه بيلعب بروح الفريق، بينما الفرق الأخرى زي الأرجنتين مختزل بميسي، البرتغال مختزل في رونالدو، لذلك سقطت البرتغال أيضا، ونحن متفائلين ويكاد يكون هذا النصر للمغرب. حتى لو وصلت المغرب إلى المربع الذهبي ولا سمح الله ما تقدمت، هو نصر كبير لنا جميعا، ورفع معنويات العرب كلهم، على أمل أن هذا التغيير وهذا الفوز هو مدخل للنجاح على كافة الصعد. إلى اللقاء في مباراة المغرب وكرواتيا أو الأرجنتين.